السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. النهارده احنا مش هنعمل فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه، مش عشان الدنيا غاليه ولا عشان احنا اخر الشهر ولا عشان احنا معناش فلوس، عشان احنا عايزين ناكل حاجه مفيده، حاجه صحيه، حاجه زي اللي اهالينا زمان اتعودنا عليهم وكانوا بيعملوها لنا، وفي نفس الوقت عشان ما نحسسش نفسنا ان احنا معناش. لا، احنا الحمد لله ممكن نقدر نجيب، بس كل حاجه ليها وقتها وكل حاجه تتجاب في وقت مناسب. النهارده انا هعمل شويه بطاطس. انا مقطعه بطاطس مكعبات زي ما انتم شايفينها كده. عندي كيس صلصه في الفريزر انا طلعته، بصلايه بحمرها بشويه توم اهيت. اول ما تبدا تصفر انا هنزل بالطماطمايه اهي، هسيبها تفك، وبعد ما تفك هرجع احط لها البطاطس واحط لها التوابل. هنعمل حاجه سريعه، حاجه خفيفه، مش هنتقل على نفسنا. هنعمل شويه بطاطس، مش هعملها صينيه، انا هعملها بالصلصه في الحله، شويه رز بشعريه واي مخلل جنب منه، ونحمد ربنا والحمد لله والشكر لله. تمام. بصوا حبايبي، انا حطيت البطاطس اهي. انا مسبكه طبعا الطماطم اللي كانت في الفريزر. اول ما فكت انا نزلت بالبطاطس، حطيت لها ملح فلفل كمون شويه كزبره ناشفه ماشي. مش هحط حاجه تاني غير معاها شويه كاري بس. ادتني غلوتين، لازم الصلصه تاخد غلوتين مع الخضار. هنزل بميه، انا ما عنديش شوربه اهي. هقلبها، هسيبها تستوي لحد ما هطلع واحده واضغط عليها بمعلقه والاقيها ان هي استوت. تمام. والله ريحه الزيت وشويه اللي هي او السمنه اللي انا مسيحاها جميله جدا جدا وبتدي طعم حلو قوي. هحط لها مكعبين ماجي لاني انا مش حاطه لها شوربه، ما عنديش شوربه ومش هعمل جنبيها لحوم. تمام. وهحط مكعبين الماجي، واول ما تبدا تخش على سوا هطفي عليها ونعمل شويه رز. والحمد لله دي اكلتنا او غدانا النهارده، شويه بطاطس طبيخ وشويه رز بشعريه وشويه مخلل، ونحمد ربنا والحمد لله والشكر لله. نخلص البطاطس ونخلص الرز ونشوف اخر حاجه خالص في اكلتنا. بصوا حبايبي، انا مش هطول عليكم. حمرت الشعريه بشويه زيت وشويه ليا من اللي انا مسيحاها. اول ما اتحمرت بقت اللون اللي انا عايزاه الذهبي ده. غسلت الرز، نزلت الرز عليها يتشوح، حطيت له شويه ملح، هفضل اقلب لحد ما يتشوح شويه، وبعد كده هسقيه الميه بزياده عن عقله ونص او عقلتين. تمام. وبعد كده اول ما يبدا يتشرب هوطي عليه يتفلفل براحته، وهديله تقليبه مره واحده، وبعد ما يتشرب اوطي عليه هدوقه، لو لقيتيه استوى خلاص تطفي عليه. تمام. قدامكم الرز اهو ما شاء الله مفلفل وجميل. حطيت له الملح، هزود بقى الميه زي ما قلت لكم وهغطي عليه. ادي الاكل كان سريع وبسيط سهل جدا يعني. بصوا حبايبي، اكلتنا خلصت النهارده. ادي شويه الرز المفلفل اللي انا عملته، بصوا عامل ازاي ما شاء الله، مفلفل ازاي. عرفتكم الرز ازاي بيتشرب وقد ايه بنغطيه بالعقلتين عشان يطلع معاكي اي نوع رز، هيبقى حلو جدا ومفلفل كده. وبصوا لون الشعريه حلوه ازاي فيها اهو. ده كان رزنا سهل وبسيط وخفيف وعلى قد ايدينا. ادي البطاطس اهي، دي صلصه اللي انا معصجاها معاكم على الصفحه وحطاها في الفريزر. بصوا البطاطسايه عامله ازاي ما شاء الله عليها اهي اهي. بصوا مش مهريه وبرده مش مستويه، لا مستويه كويس جدا اهي. بس انا مش بحب البطاطس بتبقى مهريه، انا بحبها تبقى القطع بتاعتها حلوه كده عشان تعرف تندغ معاكي وفي نفس الوقت تدي طعم حلو. ده كان طبقنا النهارده، كانت اكلتنا. يا رب كانت سهله وخفيفه وبسيطه عليكم وعلى قد ايدينا، وربنا يحسن من بين ايدينا وايديكم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.